صباغة ودهان لون شفاف بني أو لون أسطر شفاف على باب شقة زي ما انتوا شايفين كده. ده موضوع الفيديو من البداية للنهاية بالشرح. أول خطوة بنبدأ بيها يا جماعة إن احنا بنعزل الشغل بتاعنا من الغيرة، لأن ده بيبقى معمول طبقة الغيرة، فاحنا ما ينفعش نمعجن الشغل بتاعنا، فبنديله بلة سيلر كده اللي هي السيلر النترو اللي بتخف بالتنر. الكيلو السيلر بياخد كيلو تنر، بتدي وش سيلر وبعد كده بتعمل المعجون البلدي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، انت بتعمل المعجون ده يعني كل حتة القشرة لون والخشب لون والقشرة الفاتحة لون، يعني بتعمل كذا حتة معجون. كل قطعة معجون انت بتعملها بتبقى على نفس اللون بتاع القشرة او نفس اللون بتاع الخشب. زي ما انت شايف كده القشرة الحمراء دي بتمعجنها معجون احمر، والخشب او العظم او اللي هو الزان بتمعجنه باللون الفاتح، فبتشوفه زي ما انت شايف كده. دي يا جماعة اللي هي مرحلة الصنفرة. فانت بتستخدم في المرحلة دي الصنفرة 120 اللي هي ايه، اللي هي بتاعة الجريح. بتصنفر بالصنفرة 120 بس، بتصنفر باتجاه الرواح بتاع القشرة او بالرواح بتاع الخشب، يعني ما تمشيش عكس ايه، عكس القشرة او الخشب. بعد ما بتخلص صنفرة بيبقى الشغل بتاعك كده نضيف وجاهز ان انت بتديله ايه، بتديله وش سيلر. الغرض من السيلر ده ان انت بتعمل طبقة كده ايه زي طبقة عزل، عشان لما نيجي نرش ايه، نرش مادة البلياستر او مادة السيلر البروسان، ما يبقاش الشغل ايه، ما يبقاش الشغل خشن، عشان الشغل ايه البلياستر يبان عليه. ده يا جماعة اللي هو البلياستر. الكيلو البلياستر بنخفه، بنضيف عليه ربع كيلو تونر نضيف او المذيب بتاع البلياستر. الكيلو بياخد ربع كيلو. انت بتطلع ترش، بتستخدم مسدس بلياستر زي ما انت شايف كده. الفونيا بتاعته بتبقى رقم، الفونيا بتاع المسدس بتبقى رقم 2.5، وبتطلع ترش ايه زي ما انت شايف كده. انت حابب تنيم الشغل بتاعك عشان الشغل بتاعك ما يسيلش، بترش ايه على النايم. المهم ان انت بتملى القشرة او بتملى الثمرة بتاعت ايه، بتاعت الخشب في البلياستر. يعني ما تغبرش وش كده والسلام، لا انت بتدي وش واتنين وتلاتة لحد لما تحس ان البلياستر بتاعك ازز على الشغل او عامل طبقة على الشغل. بس انا ما انصحكش ان انت ترمي زيادة عن اللزوم في البلياستر. المهم بعد الرش بيبقى زي ما انت شايف كده. طبعا ايه البلياستر كده واضح على الشغل ان هو ايه كده، انت حطيت الطبقة المناسبة بتاعة البلياستر. كده انت بتصفي الشغل بتاعك بعد ما البلياستر يجف، يعني بعد مرور مثلا 8 ساعات. في الخشب او الحاجات العارضة يا جماعة انت بتستخدم صنفرة. الصنفرة بتبقى رقم اللي هي ايه 150، وبعد كده بتنعم بالصنفرة 220، وبتكمل 320 وبال400. اهم حاجة في الحاجات العارضة زي ما انت شايف كده، انت بتستعمل الكف بتاع ايه، بتاع التصفية، وبعد كده بتكمل بصنفرة التنعيم لحد ما الشغل بتاعك يبقى ناعم. دي يا جماعة اللي هو اللون البني الشفاف. اللي البني ده يا جماعة بيبقى ايه، يعني الصبغة بتاعة الباب دي انت ممكن تعملها من لون البني او تعملها من لون الصبغة، مفيش مشكلة. زي ما انت شايف كده اللي انا بشتغل بيه يا جماعة لون دوكو شفاف. اللون بتاعه اسمه لون دوكو شفاف. الرقم بتاعه رقم 1677 اللي هو الدوكو العادي. انت الكيلو الدوكو ده بياخد مثلا حركة 3 كيلو ونص او 4 كيلو تونر عشان يكون خفيف معاك. وبتضيف عليهم ربع كيلو ورنيش، يعني ايه مش بتكتر الورنيش. بس اهم حاجة ان انت بتبدأ بالرش في مرحلة ايه، مرحلة التحريق. لو انت حابب ان انت تسيح الشغل بتاعك على طول مفيش مشكلة. انا بحب ايه ان انا ادخن الشغل بتاعي كده قبل الرش، وبعد كده ببتدي ان انا بغبر وش في وش، فبيوصل زي ما انت شايف كده. وببتدي ان انا بوقف الشغل بتاعي وبتبعه. ليه بتبع الشغل بتاعي؟ عشان ما يبقاش فيه حتت فاتحة وحتت ايه وحتت غامقة. بس اهم حاجة ان انت بتثبت اللون بتاعك ده بالورنيش او بتثبته باللي هو السيلر. المهم ان انت بتثبته، بتخش في مرحلة الباتينة. دي يا جماعة انابيب باتينة بني على انابيب باتينة اسود، بتخلطهم مع بعض بالزيت المفتاحين، وبتبتدي ان انت بتفرد الباتينة بتاعتك على الشغل. وبعد كده بتبتدي ان انت بتشف الباتينة دي بالفايبر او بايه، يعني بقطعة الفايبر كده. الغرض من المرحلة دي يا جماعة ان احنا بنسيب الباتينة في قلب الغاطس بتاع الشغل، فبيبان ان الشغل بتاعك كده ايه متعتق زي ما انت شايف كده. يبقى باين ان هو ايه متضلل كده، او يبقى باين ان هو متسحب. دي الميزة بتاعت الباتينة، ان هي بتخلي الشغل بتاعك ما يبقاش كله ايه
مية واحدة يبقى باين ان هو فيه فاتح وغامق ومتضلل ومتسحب، بس اهم حاجة ان هو ما يبقاش تقيل زيادة عن اللزوم عشان ما يبقاش ملطش منك في الشغل. بعد كده بتبتدي ان انت بتثبت البتينة بتاعتك. ليه بتثبت؟ عشان لما تيجي تنعم البتينة بتاعتك هتتسلخ ومش هتثبت اصلا الا لما تثبتها. طيب بتثبت بايه؟ بتثبت بالورنيش او اللي هو الورنيش المط النترو العادي، او بتثبت باللي هو الورنيش الدوكو، مفيش مشكلة. وممكن تثبت بسيلر، بس الافضل ان انت تثبت بمط. وبعد كده بتبتدي ده يا جماعة اللي هو اللون اللي انا كنت بشتغل بيه اللي هو اللون البني الشفاف. وبتبتدي ان انت بتتبع الشغل بتاعك كده. ده مرحلة التتبيع، ان انت بتخوي الشغل بتاعك في حتة فاتحة في حتة غامقة، بتكمل الدرجة بتاعتك. وبعد كده بتبتدي ان انت بتغبر تاني وش مط عشان تثبت اللون اللي احنا اللي احنا ضفناه بعد البتينة اللي هو بتاع التتبيع. وبعد كده بتخش في مرحلة الورنيش. طبعا الورنيش المط ده انت بترشه على حسب اللمعة اللي انت محتاجها. يعني محتاج لامع بترش لامع، محتاج لمعة مطفية بترش لمعة لمعة مط على حسب اللمعة. الكيلو الورنيش بياخد حركة كيلو تنر، ده اللي هو الورنيش النترو العادي اللي هو الورنيش المط بدرجة اللمعة اللي انت محتاجها. فبيظهر قدامك زي ما انت شايف كده. طبعا اللون بيبقى موحد معاك على الشغل ومش هيبقى لاطع منك، لان الدوكو بتاعك او الصبغة بتاعتك لو تقيلة هتلطع منك في الشغل، اما لو خفيفة هتلاقيها موحدة على الشغل فبيظهر زي ما انت شايف كده. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.